السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، انا اسمي مريم. بعمل اكلات سهلة بوصفات بسيطة جدا، ما فيهاش حاجات خزعبلية. بحاول ابسط كل حاجة. النهاردة هعمل معاكم حاجة جديدة. هعمل حاجة اسمها الليزي كيك او الكيكة الكسولة. هي معناها ان هي كيكة بتتعمل معناها ان هي بتتعمل من حاجات بسيطة. هي عبارة عن بسكوت وصوص بس. يعني اي حد ممكن يعملها، يعني ممكن بعد الفيديو ده تقومي تعمليها، مش هتاخد معاكي بالظبط 10 دقايق ويكون عندك تحلية فظيعة. يلا نبدأ. اول حاجة هنزل بكوباية من السكر ونص كوباية من الكاكاو الخام، وابتدي اقلبهم مع بعض. وبعدين انزل بكوباية من المية بالتدريج واقلب. هو بالتدريج علشان الكاكاو بتاعنا ما يكتلش، ما يعملش كتل. بقى بالشكل ده. هضيف عليه 5 معالق من الزبدة، 5 معالق كبار. هقلبه وارفعه على النار. هقلبه على النار لحد ما يتقل وياخد القوام اللي انا عايزاه. انا هسيبه لحد ما يغلي. لما الكاكاو يغلي هنزله من النار. اهو كده وصلنا للي احنا عايزينه. نقفل عليه النار ونسيبه من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما يهدى. اخر حاجة هضيفها وهي الفانيليا السايلة. كده الصوص بقى جاهز معايا. اول حاجة معايا 300 جرام من البسكوت. زي ما اتفقنا ان انا بستخدم اي بسكوت، اي بسكوت شاي انتوا ترتاحوا له. هاتوه، هي مش هتفرق. يعني ابسط بسكوت ممكن تلاقوه هاتوه، ده مش هيفرق حاجه. للناس اللي مش فاهمه قد ايه 300 جرام او مش عارفه تقدرها، انت ممكن تشوفي على باكو بسكوت من ورا هو يعني قد ايه. هتشوفي هتلاقي مكتوب عليه من ورا هو قد ايه. دلوقتي انا فضيت الكميه اللي انا عايزاها. هبتدي اكسرها بالشكل ده. انا كسرته بقى بالشكل ده. هضيف عليه بقى اي نوع مكسرات عندي، يعني فستق، لوز، عين جمل، سوداني. انا هضيف سوداني عليه واقلبه. بس دلوقتي هضيف عليه صوص الشوكولاته اللي انا عملته. واقلبهم كويس مع بعض. بقى بالشكل ده معايا. اخر حاجه معايا بقى، معايا صينيه فاضيه. هي مش لازم صينيه التشيز كيك، عادي اي صينيه عندكم ممكن تستخدموها. بحط فيها ورق زبده. وبحط فيها في الجناب وفي الأرضية،
ممكن اللي ما عندوش ورق زبدة مش مشكلة، يعني احنا ندهن الصينية زيت وخلاص. واضيف البسكوت بتاعي. تمام، اخليه كله مساوي لبعضه. بس بقت بالشكل ده معايا. بقت مستوية. ادخلها التلاجة لحد ما اعمل الجناش بتاعي دلوقتي. ومعايا 100 جرام من الشوكولاتة. واضيف معلقتين كبار من الزبدة وبقلبهم. هقلبهم كويس كده. بقى جاهز بالشكل ده. طلعت البسكوت بتاعي، الكيكة بتاعتي، وانزل بالخليط. اسيبه في التلاجة من ساعة ل3 ساعات. شكلها لما خرجت من التلاجة هي قعدت، بس انا قعدتها ساعة، عشان كده تحسوا ان هي لسه سايحة شوية، بس انتوا ممكن تقعدوها فترة اطول. دلوقتي هنزينها. انا هزينها من فوق بسوداني. خلصنا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدعموني باشتراك ولايك وشير للقناة. يلا نتقابل في وصفة جديدة. باي باي.